الطفلة اللي في حضانتي كانت بتحكي عن أخوها وأختها كل يوم. المشكلة إن أمها أقسمت إن بنتها ما عندهاش إخوات. أنا عندي حضانة في بيتي بقالي حوالي 6 سنين، وفي طفلة عندها 3 سنين اسمها ليلى. أمها بتجيبها 4 أيام في الأسبوع وهي في الدوام. مامتها سلمى بتجيبها في نفس الميعاد وبتاخدها على العصر. لما سلمى كلمتني أول مرة عن بنتها قالت لي إنها بنتها الوحيدة، وما جابتش سيرة خالص إن عندها إخوات أكبر منها. فطالما ما قالتش، افترضت إن البنت من غير إخوات تماماً. أول أسبوع ليلى كانت هادية، وده طبيعي عشان مكان جديد وناس جديدة. كانت بتشاور على الحاجة اللي عاوزاها، لكن على الأسبوع التاني بدأت تتكلم معايا ومع باقي الأطفال. حاجات بسيطة يعني، زي إن أخوها الكبير بيهتم بيها، أو تقول أسامي الحيوانات اللي أختها عملتها لها. حتى في مرة قالت لي إن أخوها بيخوف قطط الشارع كلهم. بعد حوالي شهر كنت بهتم بواحد من الأطفال الرضع في أوضة تانية، بس بقدر أسمع الأطفال الباقيين بيعملوا إيه. ليلى عدت من قدام الباب وقالت بمنتهى الوضوح: صحيح ريحتها وحشة. أنا استغربت هي بتكلم مين، ولما سألتها قالت لي: كنت بتكلم مع أخويا عن ريحة البيبي. ولما مامتها جت تاخدها آخر اليوم حكيت لها وسألتها: هو أخو ليلى جاي يطمن عليها النهاردة ولا إيه؟ لقيت سلمى مستغربة ومش فاهمة حاجة، وقالت لي: بنتي ما عندهاش إخوات خالص. أنا اتصدمت وقلت لها إن البنت بتتكلم عن أخوها وأختها عادي، وبتقول عن حاجات بتحصل معهم في البيت. قالت لي: يمكن أنتِ متلخبطة مع بنت تانية. ولما حسيت إني حطيت نفسي في موقف وحش، ويمكن أنا بس اللي صدقت كلام بنت صغيرة، اعتذرت لها عن الغلط، وهي خدت حاجات البنت ومشيت. الأيام اللي بعدها كانت غريبة. فضلت أراقب ليلى بس مش عارفة المفروض أتأكد إزاي. يعني الأم ملهاش مصلحة تكذب، والبنت ممكن تكون بتخترع قصص. لحد ما في يوم واحدة من الأمهات قررت تعمل حفلة لبنتها في الحضانة، وباقي الأمهات تحضر ويعملوا جو لطيف. جه يوم عيد الميلاد، وكان في حوالي 30 طفل وأمهاتهم. كنت واقفة عند ترابيزة الأكل لما واحدة من الأمهات بدأت توزع ورق وأقلام على كل الأطفال عشان يرسموا ويعملوا جو حلو. كنت مهتمة بليلى وعايزة أشوف هي هترسم إيه. لما وصلت عندها لقيتها رسمت أمها، وعلى ما يبدو رسمت نفسها، ورسمت 2 مكتوب فوقهم سارة ويوسف. سألتها: يا ليلى، مين سارة ويوسف؟ مامتك بتقول إن مالكيش إخوات؟ لقيتها بتقولي بكل براءة، وكأنها مش فاهمة الكلام اللي بتقوله، وهي فعلا مش فاهمة بتقول إيه أساسا. قالت: يوسف كان بيلعب استغماية وغرق في البير القديم ومحدش عارف مكانه. أما سارة حاولت تعمل أكل لنفسها واتحرقت، ومن ساعتها محدش بيلعب معاهم. فقررت أبقى أختهم الصغيرة وألعب معاهم. وأنا فضلت واقفة وعيني واسعة مش قادرة أفهم أنا بسمع إيه. قد ما يكون خيال البنت واسع، مستحيل يكون بالشكل ده. فضلت طول الحفلة لوحدي، وأي حد يسألني مالي أقولهم كان يوم طويل وأنا تعبانة. لحد ما الكل بدأ يرجع بيته، لقيت ليلى جاية عليا وبتديني الرسمة وبتقولي: يوسف وسارة عايزين يفضلوا عندك. وأنا قلت لهم إنك مش هتمنعي لأن أمي رفضت. أنا فضلت حملة الرسمة ومش عارفة مفروض أرد عليها إزاي. وللحظة وليلى بتمشي بعيد، تخيلت إني شفت بنت بملامح محروقة وولد صغير بهدوم مبللة. بالليل ما كنتش عارفة أنام خالص، رحت المطبخ أعمل لنفسي قهوة، وهنا شفتها. الأرض كانت مبللة بالكامل، كأن في حد كان بيتمشى في المطبخ، وكان في علامات رماد على رخام المطبخ.